مثلثات النوتيلا أو كبّات النوتيلا أو ممكن نقول عليها ديسباسيتو، حاجة كده في منتهى الجمال، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبجد بتنافس اللي إحنا بنشتريها من برّه. عاملينها النهارده بكيكة يعني من غير بيض، من غير حليب، من غير زبدة، وكمان هنستخدمها بأدوات عادية جدًا من غير ما تحتاجي مضرب كهربائي أو أي حاجة. هتعمليها في البيت وهتطلع معاكِ حاجة في منتهى الجمال، اقتصادية جدًا، جدًا، وموفّرة جدًا، وحاجة كده طعمها خطير. بجد هتعجب كل اللي هيجربها وهيدوقها. اتفرجوا على الفيديو للآخر عشان تتفرجوا على الوصفة الكاملة، ولو ما كنتِ ما عملتيش لايك اعملي، واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. هنحضر أول حاجة الكيك الاقتصادي بتاعنا الحلو جدا جدا. علشان نحضره كده محتاجة كوبايتين من المية، مية عادية جدا من الحنفية. كوبايتين كده من المية بحطهم كده في البولة. معاه كمان كوباية من السكر، سكر عادي مش سكر بودرة. كمان معايا نص كوباية من الزيت. ده كل المكونات بحطها على بعض. معلقة كبيرة من الخل. يعني ممكن كيسين من الفانيليا أو ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، عشان بس تدينا نكهة للكيك وتزود كده الطعم بتاعه. ولكن ممكن تقدري ان انت تستغني عنه. بقلبهم كويس جدا كده بالمضرب اليدوي او بالمعلقة، اي حاجة عندك متوفرة عندك، لحد كده لما اتأكد ان السكر دايب معايا شوية زي ما انتوا شايفين. استمر في التقليب بحيث ان انا اتاكد ان السكر دايب معايا وكل المكونات بقت عباره عن خليط واحد زي ما شايفين كده. بعد كده هجيب نص كوبايه من الكاكاو الخام. اهم حاجه الكاكاو يكون نوعه حلو، لان دوت يعني هيعتمد عليه طعم الكيك في الاخر. فنص كوبايه كده من الكاكاو الخام من غير سكر، وابدا ان انا انخله كده كويس جدا عشان لو في اي تكتلات كده زي ما ظهرت معايا، ابدا ان انا ما تضايقنيش في العجينه بعد كده او في الكيكه. اقلبه برضو كده كويس جدا واضربه مع المكونات السايله بحيث ان هو اتاكد ان هو داب مع كل المكونات، وبقى كده يعني مفيش كاكاو باين. بعد ما اوصل كده للمرحله دي بجيب كده كوبايتين مليانين كده من الدقيق بالشكل ده، وبحطهم كده على الكيك. وبجيب كده معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ما يكونش يعني ما تملهمش قوي، ما تكونش هرمية. معلقتين صغيرين ممسوحين، ومعلقة برضو صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. يبقى معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ممسوحين، ومعلقة واحدة بس صغيرة من البيكنج صودا برضو تكون ممسوحة مش هرمية، ورشة من الملح. واقلبهم برضو كويس جدا مع بعض دول كده بالمضرب لحد لما اتاكد ان الدقيق معايا اختفى بالشكل ده. شايفين القوام؟ انا هنا حسيت ان القوام لسه يعني خفيف شوية، فحطيت بس يعني حوالي معلقة ونص من الدقيق مش اكتر من كده. دي بتختلف على حسب يعني انتي وزنت المية قد ايه او كده، بس هي في الغالب بتاخد من كوبايتين دقيق. ممكن تزودي عليهم معلقة ونص يعني على حسب القوام. احنا عايزين القوام اللي انتوا شايفينه ده، ولا هو سايل قوي زي المية ولا هو تقيل قوي. شايفين قوامه؟ ما شاء الله تحفة. طبعا الفرن مشغلينها من اول ما بدأنا في الكيك عشان تسخن معانا كويس قوي. وجبت صاج كده، انا الصاج اللي استخدمته 30 في 40، حطيت فيه ورقة من الزبدة، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 من 10 ل 15 دقيقة مش اكتر من كده. لاني طبعا يعني الصينية يعني الارتفاع بتاعها قليل، او حجم الكيك ارتفاعه قليل، فعلشان ما ينشفش معانا في الفرن. وخصوصا الكيك ده بيطلع بقى هش وطري جدا وحلو جدا جدا. قبل كده ما ادخله الفرن بعمله كده بالخله، بشيل بس اي فقاعات من الهواء زياده، وبعد كده بدخله الفرن زي ما قلت لكم من 10 دقايق ل 15 دقيقه. يعني بفتح عليه وبختبره وبشوفه كده بالخله. لو طلعت الخله ما فيهاش اي عجين يبقى هو استوى معانا وبقى زي الفل. اول ما بيطلع من الفرن ده كده بيكون شكله، بغطيه وبسيبه. اهم حاجة اهم خطوة ان انا اسيبه يبرد تماما، مش بتعامل معاه ولا بقلبه ولا بحركه ولا باي حاجة، بغطيه وبسيبه يبرد تماما. وبعد كده بحطه في التلاجة وبشتغل فيه بعد ما يتماسك. يعني انا هنا كده سبته يبرد، بعد كده بدأت ان انا اقلبه واشيل ورقة الزبدة، لاني قوام الكيك ده هش جدا وطري جدا، فعايز كده معاملة خاصة في التعامل، فلازم يبات في التلاجة علشان اقدر ان انا اتعامل معاه. بعد كده هنحضر كده الكريمة بتاعتنا. معايا هنا معلقتين كبار من السكر، حطيت عليهم نص كوباية من المية، وهبدأ ادوبهم مع بعض كويس جدا بالمضرب. تقدري تستخدمي مضرب عادي بس هتاخد منك وقت شوية، او في الخلاط وبرضه هتاخد منك وقت يعني شوية.
بعد كده بعد ما السكر داب شوية بابدأ إن أجيب نص كوباية من الكريم شانتيه وباضربهم معاهم برضه كويس جدًا لحد لمّا تهيش معايا، وباحط عليها معلقتين من الكاكاو الخام وباضربهم برضه مع بعض. وتقدري لو عايزة تزودي اللون أوي تقدري تحطي معلقتين من النوتيلا أو بديل النوتيلا أو معلقتين من الجناش بحيث إن اللون يبقى يبين كده شوكولاتة معاكِ. باقلبهم كده مع بعض كويس وبابدأ بقى كده نركنها على جنب ونحضّر معانا المثلثات أو الكبّات بتاعتنا. باجيب بقى الكيك اللي إحنا خدناه كده نُص الكيكاية أو نُص الصاج اللي إحنا استعملناه، والفيديو طبعًا لو حابة تشوفي الجاتوه اللي إحنا عملناه من النُص التاني الفيديو هتلاقوه على قناتي اتنزّل قبل دوّة. باجيب كده الكيك كده وبابدأ إن أنا أحطه كده في الكبّات بتاعتي أو المثلثات بالشكل ده، بتجيبيها من عند أي راجل أو ممكن تحطيها تعمليها في أي أطباق إزاز يعني عندِك. بابدأ كده إن أنا أحطها كده في الكبّات، وبابدأ إن أنا أجيب عليها كده التشريبة بتاعتها بتكون عبارة عن شوية من الحليب، نُص كوباية من الحليب بادوّب فيها معلقة كبيرة من النوتيلا ومعلقة من الكاكاو الخام، بادوّبهم مع بعض وبابدأ إن أنا أسقي بيه الكيكة، بيدّي طراوة وهشاشة في منتهى الجمال. بعد كده باجيب بقى كده الكريمة اللي إحنا حضّرناها مع بعض، بابدأ إن أنا أحط كده فوق طبقة الكيك كده طبقة حلوة، باوزّعها كويس أوي، وبعد كده بقى بنجيب الطبقة التالتة وهي عبارة عن نوتيلا بس مخففاها بشوية من الزيت، يعني حوالي كده نُص كوباية من النوتيلا حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، وبدأت إن أنا أدوّبها، وهي أصلًا الجو حَر فيعني هي ممكن تستعمليها على طول من العلبة لو كانت سايحة معاكِ أوي. بابدأ كده أوزّع كده النوتيلا عليها بالشكل ده. بعد كده بقى بنبدأ إن إحنا نزينها التزيين اللي من فوق، باسويها كده بالشكل ده، بادّيها خبطتين بحيث إن هي تبقى متساوية، وبتزينيها بقى باللي عندِك، باللي متاح عندِك. أنا زينتها باللي متاح عندي، كان متاح عندي كده شوية شوكولاتات حطيتهم عليها، شوية سبرينكل، شوية كريسبي اللي هو الشوكولاتة دوّة، يعني أي حاجة المتاحة عندِك. أنا ما كنتش يعني مضبّطة هازينها بحاجة معينة ولكن ده اللي كان متاح عندي زيّنت بيه، شوية شوكولاتات قطعتها كده شرايح كده بالشكل ده وبدأت إن أنا أوزّعها عليها، برضه حطيت كده شوية من السبرينكل لو متاح عندِك الملوِّن دوّة. تقدري تزيّنيها بأي أنواع شوكولاتة أنتِ بتحبيها أو بتفضّليها، يعني أي حاجة أي تزيين تقدري تزيّنيه بيها من فوق بحيث يدّينا كده شكل حلو. طبعًا الطعم يعني لا يُعلى عليها، طعمها في منتهى الجمال. ده كده كان شكلها في النهاية جميلة جدًا وسهلة وزي ما أنتم شايفين اقتصادية، استعملناها بكيك يعني الكيك ده ممتاز جدًا من غير بيض ولا من غير حليب ولا من غير زبدة، ولكن بيطلع معانا هش واقتصادي وفي منتهى الجمال. يا رب إن شاء الله وصفة النهارده الكبّات اللي بالنوتيلا دي تكون عجبتكم، ممتازة جدًا وسهلة جدًا ومناسبة لكل المناسبات. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.